في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار سهل جدا وبسيط نقدر نفرق بيه ما بين البن الأصلي والبن المغشوش، وهي إن البن الأصلي هيطفو فوق سطح المية، أما البن المغشوش فهيغرق جواها. طيب النهاردة بقى هنتكلم إيه تفسير الاختبار ده، وليه ده بيطفو وليه ده بيغرق، وإزاي بيتم عملية غش البن بتجربتين عمليتين هنعملهم دلوقتي مع بعض. التجربة الأولانية اللي هنعملها هيكون معانا فيها حبوب قهوة كاملة سليمة، مش مطحونة مش بن، وحبوب قهوة مش مخصوصة كمان، لا دي حبوب قهوة من محل قهوة عادي جدا. وهنجيب المية السخنة وهنحطها في الكوباية بتاعتنا، وبعد كده هنحط حبوب القهوة حباية حباية ونشوف ايه اللي هيحصل معانا لما نيجي نحط القهوة دي. هنبدأ بأول حباية قهوة معانا، زي ما انتوا شايفين حباية قهوة، حباية بحق حقيقي أصلية مفيش فيها أي مشاكل. هنحطها على المية بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ما غرقتش وفضلت طافية على وش المية، والمية سخنة والبخار طالع منها اهو باين. هنجرب حباية تانية، حباية بيبري اهي، وهنحطها برضو على سطح المية، برضو هتفضل طافية مش هتغرق معانا. هنجرب واحدة تالتة كمان، ودي هتكون حباية كبيرة شوية، هنحطها برضو على سطح المية، ما حصلش أي حاجة. طيب هنرمي بقية الحبوب اللي معانا، هما تقريبا حوالي 4 حبات متبقيين، هنرميهم كلهم على الكوباية. هنلاقي برضو إن مفيش ولا واحدة منهم غرقت جوه المية، ومهما حطينا من عدد حبوب قهوة هيفضلوا طافيين فوق سطح المية، لأن دي يا جماعة الفيزياء والطبيعة بتاعت حبوب القهوة. كثافة حبوب القهوة أقل بكتير من كثافة المية، فبالتالي المية بتشيلها، فهتفضل طافية ومش هتغرق جوه المية. زي ما احنا شايفين اهوت، عدى عليها وقت ولسه زي ما هي طافية فوق سطح المية. It's physics. تعالوا بقى نعمل التجربة التانية. معانا هنا بقى نوى بلح. نوى البلح لما نيجي نحطه على المية السخنة هنشوف ان هو مختلف تماما عن حبوب القهوة. هنلاقي ان احنا اول ما نحط المية السخنة وننزل فيها نوى البلح، نوى البلح هيغرق في ساعتها بدون انتظار اي وقت. وده لان برضو الطبيعة والفيزيائية بتاعته ان هو كثافته اتقل من كثافة المية، فبالتالي المية مش هتقدر تشيله وهيغرق جوه المية. علشان كده البن اللي بيبقى مغشوش او القهوة بتاعت نوى البلح اللي بيبيعوها كقهوة نوى بلح فعلا، بيكون البن بتاعها تقيل بينزل جوه المية وبيغرق جواها، على عكس حبوب القهوة والبن بتاع القهوة. فالكلام اللي انا قلته لكم قبل كده وبقوله لكم هنا في القناة هو كلام علمي مش مجرد تجربة وخلاص. هو التجربة بتدعمه، لكن هو في الاساس حقيقة علمية. علشان كده يا جماعة بقول لكم ان القهوة الاصلي لازم تطفو فوق سطح المية ومش هتغرق، لانها لو غرقت تبقى مش قهوة.